السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم جوهر الحياة. اليوم سوف نتحدث على ما حصل في مباراة المغرب وإسبانيا في مباراة نصف نهائي لكأس الأولمبياد أو للأولمبياد باريس 2024. حبيت نقول بلي المنتخب المغربي كان منتخب قوي وكان يستحق الفوز أمام نظيره الإسباني، لكن كما تعرف نسل كل مباراة كانت صعيبة جدا، ومباراة كانت ليست بالسهلة أمام منتخب عريق ومنتخب كبير مثل إسبانيا. لكن ما حصل كان أشبه بالحلم. المنتخب المغربي يستاهل الميدالية الذهبية. تبقى له مباراة واحدة أمام مصر في مباراة ترتيبية على المركز الثالث، ويجب عليه أن يفوز بها لينال الميدالية البرونزية. ولكن الجميع كان يحب أن يوصل المغرب إلى نهائي الأولمبياد، ولكن للأسف المباراة كانت صعبة جدا، وكانت صعبة على جميع النواحي. إذا مدرب المغرب كان مدرب قوي، كان مدرب يعني آه، يقوم في الشوط الأول كان ممتاز، لكن الشوط الثاني كان غير ممتاز بالمرة لرفقاء حكيمي. باش نشوفوا الحاجة هذه بعد درجين أو بعد 10 دقائق من بداية المباراة تم تعويض الحكم الأوزبكي بحكم آخر من السويد، وهو حكم من نفس القارة، حكم مباراة إسبانيا والمغرب، والحكم سويدي، وهي حاجة نادرة جدا وحاجة خايبة ياسر. كما تشوفوا في هذه اللقطة أنه الحكم لم يصيب بنفسه، ولكن الإصابة جاءته من الخلف وهو من لاعب إسباني، وكأن الأمور كانت مقصودة جدا. تعويض الحكم بحكم حكم السويدي الذي أدار مباراة المغرب والأرجنتين. كانت مباراة تقريبا التحكيم كان لجله للمنتخب الأرجنتيني، ونهاية هذه القارة وبالتحكيم بنفس الحكم الذي حكم مباراة المغرب والأرجنتين يحكم مباراة إسبانيا والمغرب. وكما تشوفوا فقط 10 دقائق كانت كافية لتعويض الحكم. لولا يتم تحكيم ظلم ياسر المغرب، ظلم حقيقة المنتخب المغربي في عديد المرات. المباراة كانت صعبة جدا. تحكيم كان المنتخب الإسباني وهذا معروف أمام الناس. كذلك المباراة كانت في فرنسا، والأمور التنظيمية كانت فاشلة جدا. تبقت للمنتخب المغربي الفرصة أخرى لنيل البرونزية، إن شاء الله يفوز بالبرونزية. المنتخب المغربي يستاهل الفوز بها. المباراة القادمة سوف تكون أمام منتخب مصر، منتخب مصر الذي خسر 3-1 أمام منتخب فرنسا، وكانت المنتخب المصري عمله هزيل جدا. نتمنى الفوز للمغرب.